العواف عليكم. عملت التوست اللي طالع ترند اليومين دول في صفيحة السمنة. كانت عندي علبة سمنة فيها شوية، فضيتها وخدت العلبة بسمنتها، رشيت فيها رشة دقيق وركنتها على جنب. وهقول لكم هنعمل دلوقتي التوست فيها ازاي. بصوا التوست طالع عامل ازاي، شكله حلو قوي وطري وطازة وريحته جميلة جدا جدا جدا. وهقول لكم دلوقتي الخطوات واحدة واحدة، ولو ما عندكيش هاتي القالب اللي احنا بنعمل فيه الكيك العادي ده، وهقولك تحوليه لقالب توست ازاي بطريقة سهلة قوي قوي قوي. يلا بس خليكم فاكرين ان انا حطيت علبة السمنة مدهونة سمنة وفيها رشة الدقيق، دي البطل بتاعنا النهاردة. يلا بقى بينا نجيب البولة بتاعتنا ونحط فيها 220 ملي من اللبن، او كوباية الشاي او المج بتاع الشاي بتاعنا الكبير ده 220 ملي. تمام. وهنحط عليه باكو خميرة كامل، وهنقلبهم مع بعض شوية كده لغاية ما الخميرة تدوب خالص في اللبن. وانا بقى ايه، كنت شارية مضرب. المضرب مش عارفة اعمل بيه ايه، فرحت مقلبة بيه، يعني اهو يبقى له شغلة في المطبخ وخلاص، ما انا مش عارفة اعمل بيه ايه. وحطيت فيها تقريبا معلقة ونص من السكر او 30 جرام من السكر، وزي ما انت عايزة يا سكر حطي السكر بس ما تزوديش، هم 30 جرام يعني معلقة ونص تقريبا. وقلبنا كويس قوي السكر فيها لغايه ما داب مع الخميره واللبن. ما احنا مش هنركنها تفور، احنا هننزل بكل المقادير بتاعتنا على اللبن والخميره، يعني مش هنسيبها لوحدها. وهاتي بيضه صغننه كده، استصغري بيضه يعني وحطيها، ما تجيبيش بيضه كبيره، مش عشان غلاء الاسعار ولا حاجه لا، عشان احنا في الوصفه دي عايزين بيضه صغيره. وهندوب البيضه بتاعتنا مع اللبن والسكر زي ما انت شايفه كده. ما تنسيش اللايك بتاعي عشان اكمل معاكي. يلا بقى بينا هنجيب ايه، 3 كوبايات ونص من الدقيق، وهنحطه شوية شوية. واول ما تحسي كده ان المضرب تقل على ايدك، اركني المضرب يا شيخ على جنب وابتدي تعاملي بايديكي. والله ما في احلى من اننا نستعمل ايدينا، بنحس كده بملمس الحاجة وتبقى بين ايدينا. عارفين انها محتاجة دقيق اقل دقيق ازيد، ايديكي هي الحساس بتاعك او الترمومتر بتاعك. هفضي بقى كل اللي دخل في المضرب ده وابتدي اشتغل بايديا، والله احسن 100 مرة. يلا بقى بينا نزلوا الكرة دي، يلا نزلوا الكرة. تمام كده. هنفضي كل اللي في المضرب بتاعنا دوت. انا قلت اجربه معاكم والله، يلا مش مشكلة بقى. وهبتدي انزل بباقي الدقيق بتاعنا، ونلم بقى الحروف كلها وهننزل بمعلقة الملح الصغيرة دي، اوعوا تنسوها على فكرة. وقلبي بقى ولمي الجناب بتاعة البولة بتاعتك عشان تبقى قدامك نظيفة وفاضية كده، وتتعاملي مع العجينة بتاعتك بمنتهى الحرية. بس لازم تدي الطريقة دي او التوست ده خدمة شوية، يعني اخدميه شوية في العجين. وبعدين هتجيبي معلقتين حلوين كده من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، زبدة مش سمنة. انا كانت عندي الزبدة مجمدة فجبت معلقتين، يعني بما يعادل معلقتين، وبشرتهم بالمبشرة ورحت مدخلاهم جوه العجين. هنعمل ايه، العجينة لازم تكون ملزقة على فكرة بين ايدينا كده، بس الزبدة هتخليها طرية وحلوة ومش هتلزق في ايدك. دول المعلقتين اللي انا بشرتهم بالمبشرة علشان كانت لسه طالعة من التلاجة ولازم تاخد درجة حرارة الغرفة، فلما بتتبشر بترجع طرية من تاني. وهتبتدي تدخلي الزبدة بتاعتك جوه العجينة كده اهو لغاية ما تدوب خالص وتتجانس مع قطعة العجين بتاعتك كلها. وفي نفس الوقت لما بتسيح ما بتخليش العجينة تلزق قوي في ايديكي. تمام. هتاخد منك شوية 10 دقايق ولا حاجة، ولكن النتيجة في الاخر هتبهرك، لانها طعم وريحة وحاجة حلوة قوي كده انت عاملاها بايديكي في البيت. واحسن انت عارفة التوست بقى والحاجات دي كلها بقت كل حاجة غالية بصراحة، فاحنا ايه هنعمل في بيتنا وهنرجع نخبز من تاني، وكل حاجة هتبقى معانا وفي بيتنا زي الفل كده. اخر شوية هنزلهم في العجينة بتاعتنا وهدوبهم كويس او اخلطهم كويس، وابتدي الف العجينة بتاعتي كورة كده وارجعها تاني البولة، وغطي عليها وسيبيها فوق سطح دافي. يعني مثلا انت مشغلة فرن البوتاجاز، خليها فوق البوتاجاز وغطيها
لمدة قد ايه؟ ممكن ساعة، ممكن اكتر، ممكن اقل، على حسب الجو اللي انت حاطة فيه العجينة بتاعتك علشان تخمر. احنا مش عايزينها كمان تخمر وتفور قوي، لا، لان احنا هنخمرها مرتين. مجرد ما تلاقيها اترفعت معاكي كده وخدت 3/4 البولة، تروحي على طول بادئة في الشغل بتاعك ومحضرة سطح العمل بتاعك. اهي بتبقى تقريبا ملزقة كده. هنحطها في البولة بتاعتنا ونغطيها ونحطها على جنب، ونشوف البطل بتاعنا احنا عملنا فيه ايه النهاردة. غطيناها. البطل بتاعنا هو علبة السمنة، وزي ما قلت لكم كده كان فيها شوية عندي من السمنة دي، رحت مفضياها وبقى فيها شوية سمنة، رحت رش عليهم الدقيق. عندك الحرف بتاع علبة السمنة ده، اتصرفي وحاولي ان انت تنزليه علشان ما يعوركيش في ايدك وما يخربشكيش وانت بتحطي العجينة او بتخرجي العجينة منها. يعني دقيه بقى، اعملي فيه اي حاجة بحيث تموتي الجزء اللي ممكن يعورك في ايدك. وجبت بقى تاني القالب بتاع الكيكة العادية خالص، بس انا لانه خفت يلزق فرحت حاطة فيه ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي العجينة بتاعتنا هي ارتفعت وبقت زي الفل، هنبتدي نقسمها. بس ازاي؟ هقول لكم الطريقة الاول. هنجيب العجينة بتاعتنا ونرش شوية دقيق حلوين على الترابيزة بتاعتنا او سطح العمل بتاعنا، وهنبتدي ان احنا نفرد العجينة شوية مدورة او مستطيل. احنا في الاخر هنظبطها زي ما انتوا هتشوفوا علشان نقدر نخليها رقات، ونقسم العجينة بتاعتنا مثلا الربع والتلات/4 على حسب طول الصفيحة بتاعتك بتاعت السمنة دي. هي بتكون تقريبا 30 سنتي، فاحنا هناخد على طول صفيحة السمنة بتاعتنا، وكمان هنعمل على قد طول القالب بتاع الكيك بتاعنا. انا دلوقتي مش هنبططها كتير، انا هفردها بالشكل ده وابتدي اتنيها زي ما انتوا شايفين كده. هنعملها ازاي؟ هناخد اول طبقة دي هنطولها شوية كمان علشان يبقوا مظبوطين، دي قد دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونظبط المقاسات بتاعتنا او الحروف بتاعتنا على بعضها، نشدهم كده بايدينا ونظبطهم علشان ما تبقاش حتة فيها عجين وحتة فاضية من جوه. تمام، خلاص كده زي الفل. هنبتدي نعمل الخطوة اللي بعدها. ان احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنرش رشة من الدقيق تاني علشان ما تلزقش مننا، ونبتدي نجيب النشابة بتاعتنا ونفرد فيها شوية. هنفردها بالطول وبالعرض، يعني هنخليها طويلة. الطول اللي يدينا مقاسين، مقاس علبة السمنة وكمان مقاس القالب اللي احنا هنعمله بتاع الكيكة، على حسب القالب اللي عندك. ليه بقى؟ علشان احنا عايزينها بالظبط بالظبط تبقى حجم الادوات اللي احنا بنشتغل فيها. يعني انا دلوقتي فردت بالطول ولسه هفرد تاني. بصوا هوديها، بصوا فين الطول بتاعها اهي، وكمان هفرد بالعرض. اثبتي يا كاميرا بقى، اثبتي. تمام. انتي هتجيبيها بالنظر كده وعينك هتقولك ان كده المسافة مظبوطة. حاولي دايما تفردي على ترابيزة بالطول، وفي الطول وبالعرض كده. خلطنا بالطول وبعدين هنفرد بالعرض ونقسم العجينة بتاعتنا. هي الحتة دي طويلة شوية معلش، ولكن علشان اوريكم كل التفاصيل اللي انا عملتها ازاي، وعلشان لما تيجي تعملي وهتفردي العجينة بتاعتك زي ما انت شايفة كده. وبعدين هنبتدي نقسمها. هنعمل ايه بقى؟ هاخد المسافة اللي يدوب على قد، بصوا بقى الطول بتاع العجينة. انا حبيت المها اوريكم ان انا فردتها فعلا طويلة. هناخد التلت والتلتين تقريبا. هبتدي اقسم العجينة بتاعتي يدوب الطول بتاع علبة السمنة. هقرب لكم الكاميرا شوية عشان اوريكم. بص انا قطعت منين، انا قطعت المسافة دي كده، وهبتدي اتعامل معاها، اخدها قدامي واشتغل فيها
اشتغل فيها ازاي بقى؟ ان انا ابتدي ارولها رولة بحيث ان اخرج الهواء منها. انا بس اظبط العجينة بتاعتي، انت لازم تظبطيها كده، وبعدين تحطيها قدامك بالطول وتبتدي تتني حتة حتة كأنك بتعملي رغيف العيش الفينو، علشان نخرج اي فوارغ هواء هتفضل جواها او فقاعات هواء تفضل جوه الرغيف. وطبعا الموضوع دوت محتاج ترابيزة قدامك كبيرة وتقدري تتحكمي فيها براحتك. انا طبعا رخامة المطبخ الى حد ما برضو ما هياش كبيرة قوي، بس تعملي زي ما انت شايفة كده، تتني حتة صغيرة وتضغطي عليها كويس قوي وتخرجي منها الهواء، وتبتدي تروليها واحدة واحدة وانت بتضغطي عليها برضو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبنلم من الجناب، ولو محتاجة ان انت تفردي بالمردانة بتاعتك او بالنشابة من الجنبين افرديها شوية. بصوا انا هنا مطيتها عشان تبقى طول كلها طول واحد. انا عندي هنا وانا بشتغل راح النور قاطع، وبصراحة شغلت الكشاف بتاع الموبايل، كان عندي موبايل تاني شغلت الكشاف بتاعه علشان ينور لي، والنور جه وانا شغالة، وانتوا ممكن هتشوفوا فيه فرق في الاضاءة بعد شوية. كده خلاص هنبتدي بقى نقفلها كويس قوي من تحت ومن فوق ومن الجناب سوري. وهنجيب علبة السمنة بتاعتنا اللي احنا دهناها ورشناها بالدقيق، وهنحط العجينة جواها وهي العلبة تفضل نايمة. احنا كمان هنجيب الغطا بتاع العلبة ونقفل عليها، وهنخليها تخمر وهي نايمة، مش هنحركها كتير عشان ما ننزلش التخمير بتاع العجينة نفسها. كده هتظبطيها، وهاتي الغطا بتاع علبة السمنة، شايفين الحجم ده قد ايه؟ واستنوا اتفرجوا عليها لما تخمر هتشوفوا الحجم تضاعف قد ايه. احنا مش هندخلها الفرن بالغطا ما تخافوش، احنا بس لمجرد انها تخمر هنجيب صينية محكومة بقى فيها كده، نحكمها فيها بحيث ان الغطا ما يخرجش بره، يعني العجينة ما تطردش الغطا بره. انا ما كانش عندي صينيه مربعه الحقيقه، فانا حطيتها في الصينيه دي. هنبتدي بقى نجيب القالب بتاعنا ونحط فيه، هنرول برضو القطعه اللي هنحطها في القالب، وهنرولها كويس ونخرج الهواء منها برضو. حايسه ومحتاسه يا نوجه، بس ان شاء الله يعني طلعت زي الفل الحمد لله رب العالمين. وتمام كده هنبتدي بقى نجيبها قدامنا ونشتغل. الحتة دي بس هبتدي فيها كده علشان اقصر العجينة شوية واعرف اتعامل معاها، لان انا عندي الطول بتاع الرخامة طبعا العرض قصير والرخامة طويلة، بس كده عشان مجرد ان انا اتعامل معاها. وتبتدي تروليها وانتي بتخرجي الهواء من جواها برضو، ده مهم جدا على فكرة، إن مش مجرد افتكاسة، لا ده انتي لازم تعملي كده عشان قطعة التوست بتاعتك تطلع كلها ما فيهاش فراغات كده وماسكة في بعضها وزي الفل. والحمد لله رب العالمين الجزئين اللي انا قطعتهم بالوايم كده او بالعين طلعوا مظبوطين قوي على قد علبة السمنة، وكمان على قد القالب بتاع الكيك بتاعنا او قالب التوست بتاعك. وقفلي بقى الجناب كويس قوي، وهاتي القالب بتاعك وحطيها في النص كده، وغطيها بورقة ألومنيوم او اي ورق استرتش او حتى فوطة
لغاية بس ايه ما تخمر. هنشيل العجينة بتاعتنا ونسنطرها كده في النص، خليها دايما في الوسط عشان تاخد راحتها من الجنبين في التخمير بتاعها. بس انا غطيتها بورقة فويل وركنتهم على جنب يخمروا تاني. هيخمروا قد ايه؟ من نص ساعة ل45 دقيقة، او زي ما هتلاقيها فارت عندك وخمرت، علشان انا كنت حطاهم على سطح البوتاجاز. فانت شوفي هتحطيهم فين، وده اللي هيفرق معاكي. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين الشكل؟ شايفين خمرت وبقت عاملة ازاي؟ سواء في العلبة او في القالب هتبقى بالشكل ده. حاولي ان انت ما تهزيش العلبة كتير علشان ما تنزليش التخمير بتاع العجينة بتاعتك. انا بقى كان عندي ايه؟ هتجيبي كده، عارفة الاطباق بتاعت الكشري الفويل اللي احنا بنجيبها من عند بتاع الكشري؟ انا حطيت الاول ورقة فويل عادية جدا، ورحت جايبة طبق من الاطباق اللي هي بتاعة الكشري. طبعا انت بتغسليهم وبتبقي ركناهم لاي ظرف من الظروف. هو قوي مقوي، مش زي ورقة الفويل الخفيفة دي اللي هو ده. ورحت كبساها عليها وقفلها كويس قوي. ليه بقى؟ عشان وهو بيستوي ما يضغطش ويخرج العجينة بره علبة السمنة. طبعا هيبقى شكلها وحش قوي. احنا كده بنحكمها لاننا مش هندخلها بالغطا، طبعا هندخلها بالفويل ده. طبعا هننيمها في الصينية، نرجعها لمكانها تاني. انا بتعامل معاها بحذر عشان ما تتهزش، وعلشان الخميرة بتاعتها ما تخرجش براها تاني. نفس الحكاية، غطيت هنا بورقة ألومنيوم الأول علشان العجينة دي كانت فايرة زيادة عن اللزوم أكتر، فأنا قلت علشان ما تلزقش وفي نفس الوقت أعرف أحكمها. إنما القالب بتاع التوست فهو ليه غطا بيتقفل بيه وبيحكم العجينة. جبت طبق تاني ورحت لفة بيه نفس بالظبط اللي عملته في العلبة التانية، وحكمتها زي ما انتوا شايفين كده كويس قوي قوي قوي. وحطيت العلبتين في فرن البوتاجاز. قعدوا قد ايه بقى في فرن البوتاجاز؟ هيقعدوا تقريبا من 35 ل40 دقيقة، او على حسب الفرن بتاعك حامي ولا واطي. وتاخدي بالك بعد اول نص ساعة انت هتشمي ريحة الخبز بتاعك والخبيز بتاعتك. بصوا 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 شكلها طالع عامل ازاي. شكلها زي الفل وطرية بقى من جوه وجوسي وحلو قوي قوي قوي. ادي التوست بتاع العلبة وادي التوست بتاع القالب. الله عليهم وعلى ريحتهم وعلى طعمهم الجميل. والله 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 لو جربتيها على طول هتعملي لولادك التوست. حتى ولادك هيقولوا لك اعملي لنا توست العلبة يا ماما، او التوست بتاع القالب اللي موجود عندك اعمليه. تحطي بقى عليه مربى، تحطي بقى عليه جبنة، تحطي نوتيلا، الحشو اللي موجود عندك هتدي القطعة لولادك وعليها الحاجة اللي هم بيحبوها. واللي هيفيد منك حطيه في اكياس بلاستيك، بس ايه ما يكونوش على بعض، خليهم مفرودين كده ودخليهم مفرودين جوه الكيس علشان لما تطلعي واحدة او تطلعي 2 ما تقطعيهمش كلهم من قلب بعض. بصوا بصوا طري وجميل وطعمه وريحته. الزبدة كمان مدياله ريحة حلوة قوي وهو بيتخبز وبعد ما اتخبز، يعني بصراحة جميلة قوي. انا بقى اللي ما بعرفش اقطع، فالتقطيع طلع معايا مش كويس. ويمكن عشان انا عندي الفرن حامي شوية فخدوا لسعة كده من تحت، انما كل واحد بيبقى عارف الفرن بتاعه عامل ازاي. بصوا شكلهم منورين ازاي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. والله والله في منتهى الجمال. ويلا بقى ما تنسيش اللايك بتاعنا بقى. بصي انا محتاجة اللايك بتاعك، يعني لايك وكومنت حلو كده وقولي لي ايه رأيك لو عملتيها. يبقى كتر الف خيرك وبالهنا والشفا ليكي ولولادك ولكل حد شم الريحة وقالك الله انتي عاملة ايه، وكل حد دقها. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما الخير في بيوتكم وبيتكم دايما عامر.